طبعا المعمل معروف، وقتها انت عارف ومتأكد انه كان في الجيزة قبل ما ينقل لمكان تاني حاليا. ولكن وحتى لما رحنا عند الدكتور، فاكره انت طبعا دكتور المهندسين، تمام؟ ولما رحنا العملية ودخلت النادي انا واخوك لحد ما انت توصل نادي، والله ما انا فاكر نادي الصحفيين او نادي المحامين في المعادي، كان قريب جدا من المستشفى. من الاستاذ عمر والراجل اللي انا اتبرعت له، اني بيني وبينه كل احترام، وبعدين تقريبا ان بقت في صلة رحم بيني وبينه، يعني دمي بيجري بدمه دلوقتي. اذا كان فعلا، لو كنت فعلا هتعمل برابطة الدم اللي بيني وبينك يا استاذ عمر، تطلع وتقول انك فعلا اتجمعت معايا عن طريق المعمل، اذا كان فعلا في رابطة دم بيني وبينك. بيتهيألي اكرم واحسن مليون مرة انك تقول الكلام ده بطريقة تانية. ما علينا، نرجع مرجوعنا للأبلة مروة المسكينة اللي شايلة هم يخرب بيتها لأنها غلبانة ومعرفش هي جت في السكة دي ازاي. يا أبلة مروة، انت لما حد اداك المعلومات اللي وصلتك دي كلها، انا عارف انها وصلتك عن طريق واحد متبرع ما قدرش يطلع ويتكلم، وعارف ان ما عندكش دليل، وعلشان كده انا طلعت واتكلمت، يمكن علشان اسندك، ولكن مش بشرط. لا، انا ما اقدرش اقول كلام ما حصلش، انا اقول على اسم المعمل واسم الدكتور والتبرع والكلام ده كله، ولكن اللي ما اقدرش اقوله ان انا اتهم وفاء عامر لاني انا ما شفتهاش، او التانية دي اللي شبه التوك توك دي ومساجدة دي ولا اسمها ايه. ولكن وفاء عامر والله العظيم انا عمري ما شفتها غير على التلفزيون وفي التلفون ومقاطع التواصل.